ئێوارەتان باش. بەڕێز فەخامەتی سەرۆک کۆماری عێراق و وەفدی یاوەری، بەڕێز ئیحسان عەوادی نوێنەری سەرۆک وەزیرانی عێراق، بەڕێز قوبا تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڕێزان وەزیرە بەڕێزەکان، ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان، میوانە خۆشەویستەکان، سڵاوی خواتان لێبێت. بە ناوی دامەزراوەی سەرۆک جەلال تاڵەبانی گەرمترین بەخێرهاتنتان دەکەین و سپاسی ئامادەبوونتان و بەشداریتان دەکەین لەم بۆنە نیشتیمانیەدا کە تێیدا وەک وەفاداریەک بۆ ڕێبازی سەرۆکی کۆچکردوو مام جەلال و ڕۆڵی نیشتیمانی گەورەی ئەو ڕێوڕەسمی گۆڕینی ناوی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی بەڕێوە دەچێت. فخامة رئيس جمهورية العراق المحترم والوفد المرافق له، السيد إحسان العوادي ممثل عن دولة رئيس وزراء العراقي، السيد قباد الطالباني نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، الوزراء المحترمون، أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون، أصحاب المعالي والسعادة المحترمون، السيدات والسادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن مؤسسة الرئيس جلال الطالباني نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر حضوركم ومشاركتكم هذه المناسبة الوطنية التي نحتفي فيها بتغيير اسم مطار السليمانية الدولي إلى مطار جلال طالباني الدولي وفاء لإرث الرئيس الراحل مام جلال ودوره الوطني الكبير. أهلا وسهلا بكم جميعا. نستهل مراسم هذا الاحتفال بوقوف لحظة صمت إجلالا لأرواح الشهداء. شكرا لكم. زۆر سپاس. ئێستاش بانگێشتان دەکەین بۆ بینینی فیلمێکی دۆکۆمنتاری کورد کە ڕەوتی گۆڕینی ناوی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی دەخاتە ڕوو. هەروەها تیشک دەخاتە سەر هەوڵەکانی دامەزراوەی سەرۆک جەلال تاڵەبانی لە جێبەجێکردنی ئەم پرۆژە نیشتیمانیەدا. والآن ندعوكم لمتابعة فيلم وثائقي قصير يستعرض مسيرة تغيير اسم مطار السليمانية الدولي إلى مطار جلال طالباني الدولي، ويسلط الضوء على جهود مؤسسة الرئيس جلال طالباني في إنجاز هذا المشروع الوطني.
دروستکردنی فڕۆکەخانەیەکی نێودەوڵەتی لە سلێمانی تەنها پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری یان هەنگاوێکی کارگەڕی سادە نەبوو، بەڵکو بڕیارێکی سیاسی استراتیژی بوو پەیوەندی هەبوو بە دیدگا و ویستی ڕەوانشاد سەرۆکجەلال تاڵەبانی کە زوو درکی بەوە کرد بنیادنانی دامەزراوە و ژێرخانی مۆدێرن ڕێگایەکە بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و بەهێزکردنی ئامادەیی هەرێمی کوردستان لە شانۆی ناوچەیی و نێودەوڵەتیدا. پاش ساڵی 2003 لە قۆناغێکدا کە پڕ بوو لە گۆڕانکاری گەورە بیرکردنەوە لە دروستکردنی فڕۆکەخانەیەکی نێودەوڵەتی لە سلێمانی کارێکی ئاسان نەبوو، چونکە ناوچەکە بە بارودۆخێکی سیاسی و ئەمنی ئاڵۆزدا تێدەپەڕی. سەرچاوەکان سنووردار بوون و پرۆژە گەورەکان ڕوبەڕووی ئاڵۆزی کارگێڕی و دارایی زۆر دەبوونەوە. لەگەڵ ئەوەشدا سەرۆک مام جەلال وەک بەشێک لە دیدێکی فراوانتر بۆ بنیادنانی دامەزرا و مۆدرنەکان و بەهێزکردنی پێگەی سلێمانی وەک یەکێک لە ناوەندە زیندۆکانی هەرێمی کوردستان و عێراق دەیڕوانیان پرۆژەیە. بە پێداگری و بە دواداچوونی سەرۆک مام جەلال کاری بنیادنان لە مانگی تشرینی دووەمی 2003 دەستی پێکرد و بیرۆکەکە بوو بەڕاست کاتێک ئەو خۆی لە 20 تەمووزی 2005دا بە شێوەیەکی فەرمی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی کردەوە. لەو ڕۆژە بەدواوە ئەم فڕۆکەخانەیە بوو بە یەکێک لە گرنگترین دەواازەکانی پەیوەستکردنی هەرێم بە جیهانەوە و هێمای قۆناغێکی نوێی بنیادنان و کرانەوە. بالحق مدينة السليمانية البطلة التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل تحرير العراق بكردستانه وجنوبه ووسطه من الحكم الدكتاتوري المجرم. من حق مدينة السليمانية أن يكون لها مقار جميل أوسع وأكبر حتى من هذا المقار الجميل الذي نحتفل اليوم بافتتاحه. مدينة السليمانية تفتخر بأنها احتضنت أيام النضال ضد الدكتاتورية جميع فصائل المقاومة العراقية، جميع الفصائل المناضلة العراقية التي قدمت من الشرق والغرب، من الشمال والجنوب، من إخوتنا العرب وإخوتنا التركمان. هذه المدينة جسدت في تلك الأيام الصعبة حقيقة الوحدة العراقية وحقيقة الكفاح المشترك بين العراقيين جميعا. ومدينة السليمانية تحتضن هذا المطار. أعتقد أن هذا المطار سيكون مفيدا لا لأهل السليمانية وأهل كردستان فقط بل لجميع أنحاء العراق. لە سۆنگەی ئەم ڕێبازەوە دامەزراوەی سەرۆکجەلال تاڵەبانی بە نوێنەرایەتی سەرۆکەکەی دکتۆر محەممەد سابیر ئیسماعیل دەستپێشخەری پرۆژەیەکی نیشتیمانی کرد بۆ گۆڕینی ناوی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی وەک هەنگاوێک بۆ ڕێزلێنان لە ڕۆڵی ئەو ڕابەرەی کە لە پشت بیرۆکەی دروستکردنی ئەم پرۆژە زیندووەوە بوو. هەوڵەکانی دامەزراوەکە بەردەوام بوون بۆ بەدواداچوون و کارکردن لەگەڵ لایەنە فەرمیەکان لە بەغدا تا ئەوەی ئەم هەوڵانە بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ پەسەندکردنی گۆڕینی ناوەکە بە فەرمی گەشتە ئەنجام. ئەمەش دانپێدانانێکی نیشتیمانی بوو بە پێگەی سەرۆک مام جەلال و ڕۆڵی لە بنیادنانەوەی عێراقی نوێ و چەسپاندنی بەهاکانی هاوبەشی و پێکەوە ژیان لە نێوان پێکهاتەکانیدا. دانانی ناوی سەرۆک مام جەلال بۆ فڕۆکەخانەی سلێمانی تەنها گۆڕانکارێکی کارگەڕی نییە لە دامەزراوەیەکی گشتی، بەڵکو واتایەکی سیاسی و نیشتیمانی قوڵی هەیە، چونکە فڕۆکەخانەکان لە جیهاندا بە ناوی ڕابرانەوە ناو ناندرێن مەگەر ئەو ڕابرانە بەشێک بن لە یادەوەری نیشتیمانی و گۆڕانکاری مێژووی لە ڕێڕەوی وڵاتەکەیاندا. لەم ڕوانگەیەوە ئەم بڕیارە جەختکردنەوەیەکە لەوەی کە سەرۆک مام جەلال تەنها کەسایەتێکی سیاسی ڕاگوزەر نەبوو، بەڵکو یەکێک بوو لە دیارترین خوڵخێنەرانی گۆڕانکاری سیاسی لە عێراقی هاوچەرخدا و یەکێک بوو لە ڕەمزەکانی تێکۆشان بۆ دیموکراسی و فرێی و ئاشتی. دانانی ناوی سەرۆک مام جەلال لەسەر فڕۆکەخانەی سلێمانی پەیامێکی دڵسۆزیە بۆ مێژووی تێکۆشانی و جەختکردنەوەیە لەوەی کە ئەو دامەزراوانەی لە ئیرادەی بنیادنانەوە لەدایک بوون وەک شایەتی ئەو قۆناغە مێژووێ دەمێننەوە. بەم شێوەیە ئەو فڕۆکەخانەی کە سەرۆک مام جەلال خەونی پێوە دەبینی و پێداگری دەکرد لەسەر دروستکردنی دەبێتە سیمایەکی نیشتیمانی کە ناوی ئەو هەڵدەگرێت تا ئەم ناوە لە یادەوەری شوێنەکەدا بمێنێ و یاوەری هەر گەشتێک بێ کە لە سلێمانی و بەرەو جیهان ئەنجام دەدرێت.
دوای بینینی ئەم فیلمە دێکۆمنتاریە کە ڕەوتی گۆڕینی ناوی فڕۆکەخانەی پێشاندا کە دەستکەوتێکە گوزارش لە وەفاداری بۆ ڕێبازی سەرۆک مام جەلال دەکات، ئێستا بە شانازیەوە بانگێشتی جەنابی باڵیۆز دکتۆر محەممەد سابر ئیسماعیل سەرۆکی دامەزراوەی سەرۆک جەلال تاڵەبانی دەکەین بۆ پێشکەشکردنی وتاری دامەزراوەکە و بەخێرهاتنی میوانە بەڕێزەکان. فخامة الرئيس الجمهورية السيد نزار عامدي المحترم، نائب رئيس مجلس وزراء الإقليم الكردستان السيد قباط طالباني المحترم، السيدات والسادة أصحاب المعالي الوزراء المحترمون، أصحاب سعادة السفراء المحترمون، السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المحترم، السادة ممثلو القوى والأحزاب السياسية محترمون، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ترحيبا يليق بمقامكم وبأهمية هذه اللحظة التي تمثل مجرد مناسبة، بل محطة وطنية ذات الدلالات العميقة في مسار تثبيت الهوية والوفاء للتاريخ. إن قرار تغيير اسم مطار السليمانية الدولي إلى مطار جلال طالباني الدولي ليس إجراء شكليا أو تسمية عابرة، بل هو تعبير واضح عن إرادة سياسية واعية تقرأ التاريخ بمسؤولية وتمنح الرموز الوطنية ما تستحقه من تقدير المستحق. لقد شكل الرئيس الراحل جلال طالباني حضوراً استثنائياً من الحياة السياسية العراقية، ليس بوصفه أول رئيس منتخب للعراق بعد عام 2003 فحسب، بل باعتباره أحد أبرز صناع التحولات الكبرى وشخصية محورية أسهمت في صياغة الملامح المرحلة الجديدة من تاريخ العراق. تميز الرئيس جلال طالباني بعلاقات راسخة على مستويين الإقليمي والدولي، وبقدرته الفريدة على إدارة التوازنات الدقيقة وبناء التفاهمات في أصعب الظروف، حتى غدا اسمه حاضراً في مفاصل القرار وركيزة من ركائز الاستقرار السياسي في البلاد. ولم يكن دوره محصوراً في مجال السياسي، بل امتد ليشمل دعم المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الإنسان وتفتح آفاق التواصل مع العالم، وفي مقدمتها مطار السليمانية الدولي الذي مثل ثمرة رؤيته بعيد المدى وإرادة واضحة في ترسيخ موقع الإقليم على خارطة الاقتصادية. إن إطلاق اسمه على هذا المرفق الحيوي هو تكريس للذاكرة وطنية حية ورسالة بأن الدول التي تحترم تاريخها إنما تبني حاضرها بثقة وتؤسس لمستقبلها بثبات. وفي هذا السياق نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جهات الاتحادية التي تعاونت معنا في العاصمة بغداد، وفي مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقد
وسلطة الطيران المدني العراقي لتعاونهم الكبير والروح الوطنية العالية التي أسهمت في إنجاز هذا القرار. كما نؤكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا العمل الدؤوب والسعي الحثيث والمتابعة الدقيقة والمتواصلة من قبل مؤسسة الرئيس جلال الطالباني التي واصل جهودها بإصرار مهني حتى استحصال الموافقات الرسمية وتثبيت هذا الاستحقاق. ختاما نرحب بكم مجددا ونثمن حضوركم الكريم في هذه المناسبة التي تجسد معنى الوفاء وتؤكد الرموز الكبيرة لا تغيب بل تتحول إلى معالم راسخة في وجدان الشعوب ومسيرة الدول. وإننا إذ نخلد هذا الاسم فإنما نؤكد أن النهج الذي مثله سيبقى حيا في مؤسساتنا وقراراتنا، وإن الوفاء له هو التزام بمواصلة العمل من أجل عراق أكثر استقرارا وتماسكا وازدهارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن بكل فخر واعتزاز أدعو فخامة الرئيس الجمهورية السيد نزار آمدي لإلقاء كلمته بهذه المناسبة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن نلتقي اليوم هنا وأن نحتفل معا بالوفاء والامتنان لقائد ورمز خالد وهو مام جلال، حيث سيتشرف مطار السليمانية الدولي وهو يحمل اسم مطار جلال طالباني. وتأتي هذه المناسبة بطابعها الوجداني والرمزي لتقدير الدور النضالي العظيم الذي كرس مام جلال حياته من أجله، ولبنائه حياة ديمقراطية وحرة لكردستان، ولتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف قوى شعبنا الحية لبناء الدولة الديمقراطية الاتحادية العراقية. وفي هذه السيرة الخالدة في وجدان شعبنا، سيرة العمل النضالي على مدى عقود، هناك الكثير من العطاء الذي قدمه الرئيس الراحل لشعبه ولكردستان والعراق، وبما جعل من هذا العطاء مفخرة لنا جميعا. وسيكون اسم المطار بعد ذلك علامة وضاءة وفنارا نسترشد به وبالأثر الحي لمام جلال. لقد كانت حياة مام جلال وفكره النير يقدمان دائما أمثلة خالدة للثقة بالمستقبل، وكان دوره الحيوي ما قبل عام 2003 وما بعده مهما وأساسيا في تعزيز التفاهم الوطني ما بين مختلف قوى الشعب الحريصة على البناء الديمقراطي الاتحادي، وهو دور ظل يحفظه جميع المخلصين ويشيد به وبالمآثر العظيمة الأخرى التي سنظل نستذكرها باعتزاز من أجل ترسيخ بناء الديمقراطية والانتهاء من الحقبة الدكتاتورية البغيضة. وقبل هذا من أجل تعزيز التفاهم وترسيخ وحدة الشعب في كردستان العراق.
إننا نحتفل اليوم بإطلاق اسم الزعيم الخالد على مطار السليمانية الذي تشرف بأن وضع مام جلال حجره الأساس، وهو من افتتحه ومن ظل بعد ذلك حريصا دائما على تطويره والارتقاء به كمطار متميز ويستجيب لتطلعات شعبنا ولمزايا النقل الجوي المتقدم في عالمنا المعاصر. نحتفل بهذه المناسبة أيها السيدات والسادة ونستعيد ونستلهم الأدوار العظيمة لمام جلال كقائد وكمعلم نقتدي به وبخصاله الفريدة التي يحق لنا جميعا أن نفخر بها، وبالرمزية النبيلة التي يحظى بها في بلدنا وبين شعبنا بكل مكوناته وطوائفه وقومياته الكريمة. ولعل من أعظم مزايا هذا التوقير هو الحضور الدائم لمام جلال ما بين مختلف قوى الشعب، وذلك كلما كنا بحاجة إلى تعزيز اللحمة الوطنية ولتجاوز أي انسداد في المسار السياسي لتجربتنا الديمقراطية الطامحة. هكذا كان دور مام جلال في الأزمات، وهكذا كانت طموحاته من أجل البناء الديمقراطي وتعزيز قيم الحوار والتفاهم الوطني الخلاق. وهكذا أيضا استمرت تتعزز فينا دائما هذه القيم التي نظل نخلص لها ونستلهمها، خصوصا في هذه الظروف العاصفة إقليميا وعالميا، حيث تشتد الحاجة إلى الحكمة والتكاتف وإلى العمل الحثيث من أجل بسط الأمن واستكمال السيادة ووحدة القرار الوطني وخدمة شعبنا وتطهير بلدنا من آفات الفساد وجرائم المفسدين. وفي ختام كلمتنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الرئيس جلال طالباني، وإلى معالي وزير النقل السابق أخي عبد الرزاق الذي شرفنا اليوم وهو حاضر في هذه المناسبة، وإدارة المطار، وذلك بما أتاحوه لنا من مناسبة حية ومن خلال تشريف مطارنا ليحمل اسم مام جلال. كلنا أيها السادة والسيدات أمل وطموح إلى العمل معا من أجل مواصلة التعبير عن الامتنان لقائد ظافر وحاضر بيننا دائما، والذي يحق اليوم للكرد ولعموم الشعب العراقي أن يفخروا به وبسيرته ومآثره الخالدة. شكرا جزيلا وأحر التهاني لأبناء السليمانية العزيزة عاصمة الثقافة ومدينة النضال، ولعموم مواطني كردستان في هذه المناسبة التي تعبق بعطر المحبة والإخلاص والوفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زۆر سپاس بۆ فەخامەتی سەرۆک کۆمار و بەڕێز باڵێز دکتۆر محەممەد سابیر بۆ وتەکانیان. ئێستاش بەڕێز ئیحسان عەوادی بە نوێنەرایەتی بەڕێز سەرۆک وەزیرانی عێراق وتەکەی پێشکەش دەکات. والآن كلمة معالي السيد إحسان العوادي المحترم ممثلا عن دولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم، السيد نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم المحترم، أصحاب المعالي والسيادة، السيدات السادة الحضور جميعا، أبناء محافظة السليمانية العزيزة وكل أبناء شعبنا في إقليم كردستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني نيابة عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي فالح الزيدي المحترم أن أشارككم لحظة الاعتزاز التاريخية الحاضرة بإطلاق اسم الراحل الكبير الرئيس جلال طلباني
رحمه الله على مطار السليمانية في التفاتة كريمة، التفاتة وفاء وعرفان لدور الرئيس طالباني في بناء العراق الجديد والانتقالة الصعبة التي خاضها شعبنا العراقي بكل فئاته وأطيافه المتآخية بمواجهة الدكتاتورية ومقارعة الإرهاب وخوض تحدي البناء المؤسسي وفق مبادئ دستورنا والنظام الديمقراطي الذي تبناه العراقيون بشجاعة وإرادة واعية. وبرغم كل التحديات والعقبات ينطلق شعبنا في معركة التنمية والتطوير ليغير وجه المدن العراقية لتبرز مدن حضرية متكاملة مدعمة ببنى تحتية متطورة وطرق ووسائل نقل حديثة ومطارات تزرع الأمل والتفاؤل في التأسيس لعراق قوي مقتدر يفتخر به الجيل الحالي والأجيال القادمة. إن تخليد اسم الراحل مام جلال هو جزء من استحضار النضالات والنزالات الكبرى التي وقفت فيها القوى الوطنية العراقية ومنها القوى الكردستانية في رفض الظلم والتهميش والدكتاتورية والقمع، وفي العمل على تحقيق تطلعات شعبنا سواء في كردستان العزيزة أو في كل مكان من أرجاء هذا الوطن الكبير العراق. السيدات والسادة الحضور، إن حكومتنا اليوم تعمل بدأب وعزيمة على حماية ثمار تضحيات أبناء شعبنا من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة الواعدة، ومن المؤكد أننا سننجح جميعا لأننا جعلنا الحوار بديلا للخلاف في سبيل الوصول إلى حلول دائمة تحفظ الحقوق وتعزز الثقة. مجددا أنقل لكم تحيات ومباركة السيد رئيس الوزراء السيد علي فالح الزيدي لمبادرتكم الكريمة بإطلاق اسم الراحل الكبير على مطار السليمانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد إحسان العوادي. زۆر سپاس بۆ بەڕێز إحسان عوادی. ئێستاش وتاری جێگری سەرۆکی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عراقی کاپتن ئەمجەد جبوری پێشکەش دەکرێت بەڕێزیان با بفەرمێت. والآن كلمة نائب رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن أمجد الجبوري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية المحترم، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة المهمة التي نشهد فيها تغيير اسم هذا الصرح الحيوي إلى مطار جلال الطلباني الدولي، تخليدا لذكرى شخصية وطنية كان لها دورا بارزا في تاريخ العراق الحديث، وأسهمت في ترسيخ قيم الحوار والتعايش والعمل من أجل بناء الدولة. أن المطارات ليست مجرد مرافق للنقل الجوي، بل هي بوابات للوطن تعكس هويته وتربط أبنائه بالعالم وتدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياحة. ومن هنا فإن إطلاق اسم الرئيس الراحل جلال طلباني على هذا المطار يحمل دلالة رمزية تعبر عن الوفاء للإرث الوطني وتؤكد أهمية استذكار الشخصيات التي تركت أثراً في مسيرة العراق.
لقد شهد هذا المطار منذ افتتاحه عام 2005 تطوراً مستمراً في خدماته، وأسهم في تعزيز حركة السفر والتجارة، وأصبح أحد المنافذ الجوية المهمة التي تخدم المواطنين والزائرين وتربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي. نجدد في هذه المناسبة التزامنا بمواصلة تطوير هذا المرفق الحيوي والارتقاء بخدماته وبنيته التحتية بما يواكب المعايير الدولية ويعزز مكانة العراق في قطاع النقل الجوي. ختاماً، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته لهذه المناسبة، ولكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع ودعم مسيرته، سائلين الله أن يحفظ العراق وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للكابتن أمجد الجبوري على إلقاء كلمته. الشكر الموصول أيضا إلى الحاج الهادي العامري الأمين العام لمنظمة البدر والإخوة في المنظمة على حضورهم الكريم، وستبقى الحاج الهادي العامري في أذهاننا دائما. وفاء لمن كان لهم دورا فاعلا في إنجاز هذا المشروع الوطني، واعتزازا بجهودهم المخلصة التي أسهمت في تتويج مسيرة تغيير اسم مطار السليمانية الدولي إلى مطار جلال طالباني الدولي، تتشرف مؤسسة الرئيس جلال طالباني بتكريم عدد من الشخصيات، وعلى رأسهم دولة الرئيس الوزراء السابق السيد محمد شياع السوداني والدكتور حازم وطن مستشار السياسي لدولة الرئيس الوزراء، الذين اعتذروا لعدم حضورهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، والتي كانت لعطاءاتهم وتعاونهم أثراً واضحاً في تحقيق هذا الإنجاز. ندعو السيد محمد سابير لتسليم التكريم للأساتذة. معالي وزير النقل السابق سيادة النائب رزاق محيبس السعداوي فليتفضل مشكورا. شكرا للأستاذ رزاق محيبس السعداوي. الكابتن أمجد الجبوري نائب رئيس سلطة الطيران المدني العراقي فليتفضل مشكورا. شكرا للكابتن أمجد الجبوري. الدكتور علي طالب فاضل مدير التنسيق والمتابعة الحكومية في وزارة النقل فليتفضل مشكورا. شكرا للدكتور علي. الأستاذ علي حسين علي عن مكتب رئيس سلطة الطيران المدني العراقي فليتفضل مشكورا.
شكرا للأستاذ علي. والآن تدعو إدارة مطار جلال طالباني الدولي رئيس مؤسسة الرئيس جلال طالباني سعادة السفير الدكتور محمد صابر لتسليم الجائزة الفخرية تقديرا لجهود المؤسسة وإسهاماتها في إنجاز مشروع تسمية المطار عرفانا بدورها الوطني في حفظ إرث الرئيس جلال الطالباني. شكرا لحضوركم الكرام. زور سپاس بۆ ئامادەبوونتان.